عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. جيتكم فيديو جديد وروتين جديد. شوفوا شكون جاي صباح عليكم، عميرات وجاي صباح عليكم. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. جيتكم كالعادة بفيديو جديد. قبل ما نبداو فيديونا نبداو بصلاة على النبي، ألف صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم فماش قهوة الصباح. باهي ما صورت لكمش قهوتي. قلت خليني نبدا طول فيديويا بفطور نص النهار، والعشية نشارك معاكم قهوتي. هكا نبدلوا شوية الأجواء ونبدلوا شوية الفيديوهات باش ما تقلقوش حبيباتي. به اليوم باش نطيب فطوري قررت باش نعمل مقرونة زعرة وطاجين ملسوقة. بون خذيت الاسكالوب، انا حبيت نعمل مش حبيت هيك اللي عندي اسكالوب قلت نعمل بيه. كما تشوفوا خذيت باش نطيب الاسكالوب للمقرونه وللطاجين فرد مره، خاطر هما نفس الفاح ونفس نفس الانغريديون والكل. قلت خليني نفوحوا فرد تفويحه ونطيبوا الكل مع بعض ومن بعد نقسموا. هكا فوحته ملح وفلفل اكحل وحطيت شويه بصل وشويه كليل وزعتر وشويه كركب، وباش نخلي الدجاج يطيب على روحه، الاسكالوب ولا الدجاج ولا اللي عندكم، وباش نخليه يطيب على روحه يتقلى هكاكا ونمرقه بشويه ماء ونخليه يطيب. به وهكاكا هكا حطيت زاده سنة ثوم، 3 سنون صغيرات ثوم. نحبوا انا الاسكالوب ولا الدجاج نحبوا مفوح بالثوم، يعطي نكهه بنينه. نحب نشكركم برشا أصدقائي، والله يعطيكم ألف صحة. نحب نشكركم على تعاليقكم مزيانين وعلى إجاباتكم، ونحب نرحب بالمشتركين الجدد الكل، ونحب نشكر أصدقائي الكل اللي يدعموا فيا ويشجعوا فيا، وحتى كان أنا نرخ ولا نقول يزيني هما يدزوني ويعطيني كل بوس هذيك ويقولوا لي ليه كمل وقناتك محلاها تستحق المشاهدة والكل. يعطيهم الصحة. نحب نشكر قناة توتا التونسية، يعطيها الصحة مروة، عزيزتي مروة زيدة بارتاجيت لي فيديويا في المنتدى متاعها. ربي يبارك لك يا مروة، والله لا قلت لها لحد شيء وحدها بارتاجيت لي فيديو وتعجبها برشا قناتي. ربي يبارك لك يا مروة في صغيراتك. قناة توتا يوميات توتا التونسية. حبيت زيدا فما قناة حبيت نحكي لكم عليها قبل ما ننسى. ساعة لهنا الدجاج متاعي طاب هكا حبيت سلكته، حطيت المقرونة تتسمط، خذيت مقرونة رندا قرابت جيدة حطيتها تتسمط، وهنا هاني قسمت الاسكالوب متاعي على 2، هذيك للطاجين الصحفة والاخرى للمقرونة. خذيت كعيبة طماطم خضراء وقرن فلفل اخضر وباش نحط نفوحها. مقرونة خذيتها قرابة جيدة قلت لكم. به حبيت قلت لكم نحكي على قناة محلاها، هي قناة مراه محلاها ومراه تونسية مقدية تبارك الله عليها. قناتها اسمها قناة وصفات الطبخ الشهي. به هي تحب عاملة حملة لتوصيل قناتها ل5000 مشترك، وباش توصل وعملت يعني مسابقة منها تشجع يعني المشتركين متاعها، ومنها توصل قناتها ل5000 كما قلت لكم مشترك. باش تعمل مسابقة ادخلوا اشتركوا في قناتها باش تدخلوا في القرعة. اكل يدخل يشترك ويعمل ابوني ويكتب لها كومنتير يدخل اوتوماتيكمون في القرعة، وفما بطبيعة جايزة للربح مبلغ محترم برشا. تو هي تقول لكم عليه كي تدخلوا للقناة. قلت لكم القناة اسمها قناة وصفات الطبخ الشهي. شوفوها وادخلوا وباش تعجبكم، عندها برشا ريسيتات بنين ويشهي وبالحق تستحق المشاهدة وان شاء الله تربحوا الكلكم ونشجعكم ادخلوا لها. هيكا هاو لهنا هذيا كمقرونتي هكا حضرت، حطيت لها رشة جبن زيادة جات بنينة على الاخر. نمتكم من شهيكم مشخشخة ما شاء الله. حضرت المقرونه على جنب وجيت لهنا خديت الطاجين متاعي باش نفوحو. لهنا خديت حارتين عظام 8 بيضات يعني، ومنهم عظمه جات فيها زوز فسوس. سبحان الله حطيتها نلقاها فيها زوز فسوس. الحمد لله ديما نازله البركه ان شاء الله يا ربي، ديما موجوده البركه في ديارنا. لهنا قلت لكم حطيت الجبن فوق العظام والدجاج، وحطيت خذيت جبن غريير يعني عادي رابي، خذيت شويه كبار، وخذيت مغرفتين كريم فريش كريمة طازجة يعني.
جاي مشخشق هيك الطاجين، ما نحكي لكمش يا البنات، نودكم وما نشهيكم. هيك هاكا باش نخلّط توا الخليط نتاعي ومن بعد باش نزيدو مغرفة شابلور. باهي الشابلور هاكا كيما تشوفوا هاذيك مغرفة الشابلور. نقولوا إحنا يعطي قوام متماسك للطاجين. زدت شوية ملح لهنايا باش كيما تعرفوا العظام يلزمو يتفوح، وباش نكمل زادا نزيد الصوص متاع التختوخ نقولوا إحنا متاع الدجاج ولا صوص كيما تحبوا أنتم تسميوها. زدت لهنا شوية فلفل أكحل شوية كركم وملح، وباش نكمل نحط هيك التختوخ متاع الدجاج، هو هذيك المطعم والقوة الكل في الصوص هذيكا. لهنا الملسوقة كيما تشوفوا خديت باكو ملسوقة، حبيت ملسوقة دياري ما لقيتش بحذايا، الله غالب ملفة ديما عندي في الكونجيلاتور وفاتلي، وأنا جاي في بالي وحبيت نعملو طاجين. هكا كملت حطيت الصوص هذيكا كيما قلت لكم وحطيته على جنب. توا باش ناخذ البلاتو نتاعي وباش ندهن باش ناخذ شويه زبده زايده باش ندهن بها الورقه. هاكا هذيك زبده وشويه زيت ذوبتهم في الميكرووند وباش نبدا ندهن الطبق. باش ندهنه بالزبده وشويه راهو زيت مكثر يا زبده. وباش ندهن كل ورقة وحدها كيما تعرفوا ظاهر طاجين الملسوقة الورقات نشنشخوهم بالزبدة باش يجيونا طريين وبناء. هاكا لهنايا وريتكم الملسوقة. خذيت باكم تاع 10 ورقات ما يطلع لي برشا خاطر انا خذيت بلاتو مش كبير برشا وكان خذيت ب5 يمكن يزي ميسالش ديما نحب حاجة بزايد ما نحبش ناقصة. ميسالش هاكا البنات حتى كان ما عندكمش ملسوقة ديالي راهي تجي بنينة بالملسوقة هذيا تعدي روحها والله جاي بنين وفاوح. المهم فوحوا طاجينكم بالكدا ودجاجكم يعني بالكدا. الورقة مش مهمة يعني متاع الملسوقة تنجموا تعملوا حتى بات وحدكم. تا مرة نعمله لكم طاجين بالورقة نقولوا احنا طاجين بالعجينة يعني مش بالورقة حاضرة ملسوقة. كهو لهنا خذيت الحشو متاعي صبيته في الطبق متاعي لهنا وباش نرجع الورقات الكل على بعضها. أهاوكم كيفاش رجعوهم الورقات. لهنا الورقة كبيرة هي كان جات ملصوقة دياري يعني عربي راهي استحقيت أكثر وراق. لهنا استحقيت 6 ورقات تدور ولا 7 ما أكثرش أقل يمكن. حاسيل وكا رجعتهم الكل ديجا تغطى وجه الطاجين وباش نزيد ورقة أخرى من الفوق باش ما يطيروش يعني الورقات. باش نحط ورقة تلم الوجه الكل. هيك هذيك الورقة اللي حطيتها الأخرى متاع الملصوقة كملت لي فضلي من الزبدة دهنت بيه الوجه وباش نكمل ندهن لها وجهها بالفص أصفر يعني العظمة. كما تشوفوا لهنايا دخلت الورقة يعني كلي في الأجناب. تلمت يعني ما قعدت حتى شيء طالع الفوق من الوراق باش ما يتحرقش وما كما قلت لكم ما تبداش تتفترش من بعد ما تطيب. لهنا خذيت كما قلت لكم أصفر العظمة. دهنت الوجه الكل متاع الطاجين وخذيت شوية جلجلين زدت رشيتهم الفوق. منظروا مزيان وزيد يعطيه بنة. أنا نحب الجلجلين ديما كما قلت لكم في ليبات ولا هكا في الطاجين ديما نحط. لهنا الطاجين متاعي طاب دخلته للفور بطبيعة حامي من القبل. على 180 درجة. من الأول طيبته من اللوطة ومن بعد شعلت له من الفوق باش وجهه حمار يعني بعد ما طاب الفاخس الكل شعلت له من الفوق. هاكا لهنا نقصه معاكم مازال سخون مازال سخون والأولاد يزربوا على الفطور. وليت قصيت في ساعة باش نوريكم ونعطيهم يفطروا. هاكا الطاجين متاعي جاي مش عالي باهي ونوتكم ما نشهيكم جاي بنين على الاخر. طاجين الملسوقة ما نحبوش انا يجي عالي بالحق خيار وهكا كي تشد البرج يبدا فينو وما في مشكل يبدا يعني طايح والكل. هاكا هيك هو الطاجين متاعي وهذا هو فطوري لليوم. زدت عملت لهم سلطة سفناريا ويا ربي مليك الحمد والشكر والنعمة. لهنايا هزيتكم معايا الافتتاح متاع حانوت خويا ولد عمي. حلو حانوت جديدة متاع إبيس ويبيعوا ليزيبيس ويبيعوا مواد التنظيف وحتى المواد الغذائية زادة. هاو هذايا الافتتاح. بابا قص الخيط متاع الافتتاح الحاشية نقولوا احنا وفرحنا له الكلنا ومشينا عائلتنا الكل تلمت. احنا واخواتي وامي وعموماتي وكل يعني تلمينا فرحنا لهم. ربي يجيب لهم القسم ان شاء الله وربي يعينهم.
هاكا حبيت نعمل بيكم دورة في الحانوت. هي صغرونة ما فيها كل شيء فيها كل شيء، حليب الغولة فيها، كيما قلت لكم فيها اللفاحات والفواكه الجافة وكل بقول الكل، وفيها مواد غذائية زادة، وفيها مواد التنظيف ولي بارفان ولي شامبوان، وفيها الشكالة بأنواعها الكل. حسيلو كل شيء تبارك الله، هي صغرونة وفيها كل شيء، حتى بلاصتها حلوة في كورنيش. منعرفش كان تعرفوهاش، يعني شكون من بزرت يعرفها، في بوخريس وين الحمام. هاكا لهنايا فرقوا الحلو والتاي، كل واحد شنوا حب ياخو. عملوا تاي أخضر وحلو باللوز وكل، حسيلو شيخوا الحركة وكهوا إن شاء الله ربي يجيب لهم القسم، إن شاء الله ربي يعينهم ويوفقهم، وإن شاء الله يكون تكون عتبة مبروكة عليهم. هكا لهنا أنا شوفوني أنا ندور ونرجع للنسكافيه وللشوكولاتة ديجا ما روحت لما خذيت الشوكولاتة من عندهم. نموت على حاجة اسمها قهوة وحاجة اسمها شوكولاتة. هذوما هاكم الفواكه الجافة، هيك البوفريوة والزوزة واللوز حسيلو كل شيء عندهم هكا، الحلوى البندق، الزوزة الزبيب، هذوما اللوبيا والحمص والفول ديجا قضينا قضية. بدينا احنا دشنا الحانوت، هكا جينا فرحنا لهم وشجعناهم، زينا قضينا من عندهم قضيات هكا. هو هذه هي الحانوت، ان شاء الله تعجبكم، كما قلت لكم ادعيوا لهم ان شاء الله ربي يجيب لهم القسم وربي يعاونهم ان شاء الله. وأي حد زاد حل مشروع جديد إن شاء الله ربي يجيب له القسم، وربي يوفق الناس الكل، الله لا يضيع لهم شقا. كيما تعرفوا الدنيا صعبت، الناس مساكن يحلوا مشاريع ويتعبوا عليهم الكل، احنا كان نحاولوا معاهم نشجعوهم وندعموهم ونقضيو من عندهم. أكل هنا ذي عندهم كل شيء عربي، مقرونة بتدار بنزرتية، الرند الثوم الهريسة العربي هيك الأندومي، للصغار كيحبوها. هيك هذوكم هاكم مواد التنظيف كل شيء عندهم. حاجات يعني نسيسير اللي تستحق لها أي قضية، تستحق لها أي امرأة تونسية في دارها. هذه الشوكولاتة الميلكا، خذيت أنا واحدة ميلكا بالنوازيت تعجبني، هذيك زبدة الكاكاوية تعمل فيها زدا صبرونة أختي ديري، كل شيء ديري لهنا عندهم في الحانوت. هيك هاو كملت بكم الدورة، وإن شاء الله ربي كما قلت لكم يعينهم ويجيب لهم القسم. هاني حبيت نوريكم لهنا شوية ثنية، ولهنا مروحة وقت المغرب. كملت التدشين تاع الحانوت ومروحين انا ونبيل هنا في الثنية. قلت له خليني نصور شوية، المنظر محلاه يعجبني وقت الغروب، مع كانت المطر تصب محلاه المنظر. الناس هكا والله، حتى الطقس بارد وعبيد تخرج اللي يجري واللي يعمل في المارش، محلاها لهنايا. كنت قبل ديما نعمل المارش ديما، سواء الصباح بكري سواء العشية مخر، هكا نلبس حوايجي بالكدا وندفي روحي ونقصد ربي، نلبس السبادري متاعي ونقصد ربي، نعمل مارش باهية، ساعات انا واخوتي وساعات وحدي وساعات انا وعميراتو، كل مرة كيفاش هاكا. شوفوا يا البنات محلاه منظر البحر، حبيت نصور لكم البحر وقت المغرب. لهنا المطر مازال كي بطلت كانت تصب، والمنظر محلاه على الاخر. شوفوا البرق كيفاش يلمع في السماء، ما شاء الله منظر مزيان يرد الروح، والله يرد الروح. هيك هوا هاني لهنا وصلت معاكم للدار، ركحت الاولاد وعشيتهم ورجلت لهم امورهم الكل، وقلت خليني عادة توا نقعد نركش، نحطك القهيوة سخونة. كما تعرفوني مش ديما قهوة نعملها بالنسكافيه والحليب، هكا كي نشتهيها ونبدا هكا عاملة بون كيف.
قلت كيما قلت لكم هكا باش نقعد، عندي شوية باش نطويهم، شوية حوايج يعني نحيتهم من الشريطة خليتهم بردوا في عقلهم وباش نطويهم معاكم. لهنا هكا خديت شوية بنان شايح وشوية زبيب، وعندي شوية بفريوة حطيت نحمر فيها هكاكا للسهرة كحاجات منها منفعة للأولاد معايا ومنها حاجة بنينة. خديت هكاك الحليب سخنته لهنا هكا باش نعمله شوية كالرغوة، وخذيت النسكافيه كيما قلت لكم انا المكثريه النسكافيه بعدت عليها خاطر تطير لي النوم. حتى لو كان نشربها راهو في النهار يعني في الصباح تقعد التأثير متاعها ولا كيفاش منعش بالستريس وضغط القراية والمخ ديما يخمم والكل نحسها مع النسكافيه يطير لي برشا النوم، تراسيلي ما نرقدش بكري. دونك هاكا كي نبدا كيما من الغدوة صباحا يعني اليوم صباحا ما يعني نقوم مأخر، ما فماش قومة بكري مع عمر كيما تعرفوا الأولاد ما يقراوش وقري في اليوم. دونك بارك الله فيه. وهكا نكون خلطت معاكم لاخر الفيديو. ما تنسونيش كما قلت لكم في الاجابه والكومنتير المزيانين، والى اللقاء في فيديو جديد وباي باي.